ما زالت التداعيات السلبية للقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تلقي بظلالها على الشارع العربي. البركان العربي أوشك على الانفجار، فحمم الغضب الدفينة بدأت في التحرك لتحرق أيادي كل من يعبث بالحقوق العربية وموروثاتها التاريخية. البلدان العربية انتفضت لتعلن مساندتها للأشقاء الفلسطينيين في كفاحهم لاسترداد حقوقهم المسلوبة. ففي مصر رفعت الجامعات شعار القدس عربية، حيث شهدت جامعات الأزهر والمنوفية وعين شمس وبنها والإسكندرية والفيوم وقفات احتجاجية منددة بالقرار الأمريكي الغير مشروع. وفي لبنان شهد محيط السفارة الأمريكية اشتباكات بين المتظاهرين المحتجين على قرار الرئيس الأمريكي وقوات الأمن التي منعتهم من الوصول إلى مقر السفارة. ولم تكن الأردن والمغرب والجزائر وتونس والعديد من الدول العربية والإسلامية بعيدة عن التضامن العربي في مواجهة تلك القوى التي زيفت وما زالت تزيف التاريخ العربي، وإن جال في مخيلتها أنه سهل المراس. الجامعة العربية بدورها أعلنت رفضها القرار الأمريكي واعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون والقرارات الدولية، وأنه يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء